السلام عليكم. انتوا عارفين السبب النهارده ان انا اعملها ايه؟ واحده من المتابعين بتوع الجمال بعتت وقالت لي ممكن تفرزي لنا الملوخيه، اصلا انا نفسي اعرف طريقه حلوه كده افرز بيها الملوخيه لان ولادي بيحبوها وعايزه اعملها طول السنه. اتكسفت من نفسي قوي. بقى انا اللي بعمل العيش بكل انواعه وبعمل حاجات كتير قوي واقعد اقول لكم اعملوا كل حاجه في البيت، اجي على الملوخيه واشتريها جاهزه. انا الصراحه كنت بشتريها جاهزه، بس النهارده قررت بقى وبناء على رغبتها الجميله اللي انا ما اقدرش اقول غير حاضر ونعم، عملتها وبطريقه سهله قوي وبطريقه امهاتنا كمان. والملوخية زي أي خضار لما بنيجي نفرزه لازم نجيب أحسن حاجة في السوق. أنا جبت الملوخية الجميلة دي، شايفين حلوة أوي إزاي؟ وبعد كده قطفتها كده زي ما انتوا شايفين وغسلتها تحت المية الجارية كويس جدا 3 4 5 مرات، لأن بيبقى فيها كمية طين كتيرة ورملة. وركزوا بقى في الحتة اللي جاية دي علشان بجد هتفرق معاكم جامد جدا في الملوخية. فردتها الأول بعد ما غسلتها على فوطة علشان خاطر تشرب منها أكبر قدر من المية، وبعد كده حطيتها تاني في فوطة تانية زي ما انتوا شايفين وهلفها عليها. بس هنا عايزة أقول لكم على معلومة، إن أنا لمّا جيت قرطفتها لو عايزينها بقى فيها المَطّة الجامدة دي، لازم تسيبوا حتّة من العود كده اللي إحنا بنقطّف منه، لكن لو مش عايزين فيها المَطّة ممكن تشيلوا العود خالص. وعملت كده ليه بقى؟ علشان خاطر يعني أحاول أنشّفها على قد ما أقدر من غير ما أتأكسد من الجو. أنا ممكن أسيبها منها للجو كده وتنشف يعني زي ما تنشف، بس ساعتها هتسود منكم وتأكسد. أنا كده بقى ضمنت إن أنا أخلّيها تنشف شوية من المَيّة من غير ما تأكسد ولا لونها يغيّر ولا أي حاجة. وحتى لو لسه مندية شوية ما فيش مشكلة، كده مش هتعمل ريم ولا أي حاجة، إحنا الهدف إن إحنا ننشفها من المَيّة الزيادة علشان خاطر ما تعملش ريم على وش الملوخية أمّا نيجي نطبخها. ودلوقتي بقى هانقلها على الصينية وأبدأ بقى أخرطها بطريقة أمهاتنا بتاعة زمان. المخرطة يا جماعة ما فيش أحلى منها. أنا عايزة أقول لكم إن أنا علشان بقى لي كتير أوي ما باخرطش الملوخية بالمخرطة، إيديّا وجعتني. طب وإحنا يا جماعة بنعمل في نفسنا كده ليه؟ والله بتوع زمان دول كانوا بيعملوا الحاجات دي على إيديهم وكانت عندهم لياقة ما فيش بعدها يعني. وطريقة المخرطة يا جماعة زي ما انتوا شايفينها كده يعني مش محتاجة شرح، كل مرة هنجرب طريقة شكل، مرة الخلاط ومرة الكبة ومرة نعملها ورق كده ونشيلها في الفريزر لحد ما نعتمد طريقة تعجبنا وتكون سهلة. بس هي أحسنهم طبعا الطريقة دي، الطريقة اليدوية الجميلة دي. هي مشكلتها بس في إن هي يعني بتاخد شوية مجهود زيادة. المهم بقى في كام تريكة كده علشان تشيلوها في الفريزر من غير ما تغير لونها ولا نحط عليها بقى مواد مكعبلة كده وتضايقنا ونحس إن هي مش صحية. هقول لكم عليها بس بعد ما نخلص. شفتوا خلصت إزاي؟ ما فيش تلت ساعة كنت خلصتهم، هم حبة صغيرة بصراحة مش هاضحك عليكم يعني، بس خلصوا هم. حطيتهم بقى في بولة وركزوا معايا بقى في اللي جاية دي. أنا محضرة جنبي كوباية شوربة تكون شوربة حلوة كده ومغلية، وأحط عليها معلقة كزبرة، نص معلقة سكر، ومعلقة توم مفروم فريش كده. التلات حاجات دول أصلا مكونات الطشة اللي هنعملها بعد كده، بس هنا هحطهم على الشوربة علشان تحفظهم وتخليها تحفة. بس هحطهم كلهم مرة واحدة لا، أنا هحط معلقة ولا كبشة كده وهقلب تقلبتين تلاتة، وبعد كده احط كبشه واقلب تقلبتين تلاته. انا مش عايزه احط كتير، انا عايزه احط مثلا في حدود نص كوبايه، عايزه بس الملوخيه تبقى فيها المطه دي شايفين، وكمان لينه شويه. والطريقه دي بقى يا جماعه هي اللي تحفظ كل الفيتامينات اللي موجوده في الملوخيه. انا كنت سمعت ان بيسلقوا الملوخيه او يحطوها مثلا غلوه ويشيلوها، طب ما كل الفيتامينات هتروح في الشوربه او الميه اللي انتوا بتغلوا فيها. يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ والحديد بقى اللي موجود في الملوخيه ده يضيع يعني مننا كده؟ ابدا. هي كوبايه الشوربه اللي انا غليتها دي وعليها شويه الاضافات وحطينا منها شويه بشويه لحد ما بقت لينه، شايفين لينه قد ايه؟ وبعد كده بقى نحطها ولا نخزنها في اكياس كده من بتاعه السندوتشات، بس اهم حاجه نقفلها كويس قوي ونخرج منها الهواء. وعلى الفريزر على طول من السنه للسنه هتفضل عندكم وهتفضل خضره وجميله. بس اهم حاجه اما تيجوا تخرجوها ما تستنوش عليها لما تفك خالص، يعني يا دوب ربع فكاكين كده، وبعدين حطوها في الشوربه المغليه على طول. ان شاء الله هنطبخها سوا وهوريكم بعمل ايه. وبرضه كل مرة نعملها بطريقة مختلفة زي ما وعدتكم إن شاء الله. ولو أي حد عنده تركية زيادة كده ممكن يقول لنا عليها ويفيدنا بيها، يعني جزاه الله كل خيرا. المهم بقى ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة، وتقولوا لي عايزين نخزن إيه ممكن يكون دلوقتي في أوانه. وألف هنا وشفا. السلام عليكم.